لحل الاختناقات المرورية تنفيذ كوبري جديد يربط شارع 45 بالطريق الدولي الساحلي. تابع معانا الفيديو للنهاية وريت اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. انا قلت اجي اصور لحضراتكم فيديو من ارض الواقع وسير العمل بمشروع انشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 السادات والطريق الدولي الساحلي الذي يهدف الى حل مشكلة الاختناقات المرورية. كملوا الفيديو للاخر يا جماعة، هعرض لحضراتكم الاماكن اللي تم تطويرها في شارع مصطفى كامل بالاسكندرية، وإن المشروع يعمل على حل الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع محمد أنور السادات، والذي يعتبر مدخلا رئيسا لشرق المدينة ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي ومحور المحمودية والكورنيش. وإن الكوبري سيجري إنشاؤه على مستويين بإجمالي أطوال 2 كيلومتر ويستغرق تنفيذه 18 شهر. والصور اللي قدام حضراتكم دي يا جماعة رسم توضيحي للمشروع. وكده يا جماعة احنا في شارع مصطفى كامل أمام الطريق الدولي اهو. وكده برضو احنا هنا في امام شارع 45 اهو يا جماعة، ده شارع 45 وكده شارع مصطفى كامل. تعالوا بقى نشوف الاماكن اللي تم تطويرها في شارع مصطفى كامل ونختم الفيديو عند كارفور. هنصور لحضراتكم يعتبر من شركة ديفينا كده اللي هي قبل راس سودا بحاجات بسيطة يا جماعة لحد كارفور اللي هو عند السيوف قبل كوبري الساعة بحوالي 500 متر كده. وده يا جماعة الجزء اللي تم تطويره قدام حضراتكم اهو. يعتبر احنا كده عدينا شركة ديفينا وداخلين على راس السودا. طبعا هنا تم توسعة الطريق وتم ازالة التعديات. بس يا جماعة فانا حبيت اصور لحضراتكم فيديو من ارض الواقع من اخر تطورات شارع مصطفى كامل. وانا صورت الشارع ده يا جماعة منذ يعني من يوم ما ابتدوا فيه المشروع وانا بصور لحضراتكم فيديوهات كتير وموجودة على القناة، والحمد لله مكملين واي جديد اقول لحضراتكم. اسيب بقى حضراتكم تشوفوا الجزء اللي تم تطويره في شارع مصطفى كامل، وان شاء الله انتظروا مني فيديو جديد. سلام واشوف حضراتكم على خير.